يلا نعمل مقارنة بين رش برش وستانفي. الفرشة دي أنا لسه جايباها من أمازون، لسه هكلمكم عنها. تحفة. تحفة. نص رش برش ونص ستانلي. هنشف الأول حاجة بسيطة، بعد كده نعمل ستايلينج. هبدأ بأول نص، أعمل النص ده رش برش. أول حاجة السرعات في رش برش دي من أول لو لحد برو. هقسم شعري كده حتى عشان يبان. دي طريقة تقسيمي لشعري فتجاهلوها. أنا هبدأ على أعلى حاجة علشان نجيب آخر كل واحدة. ده كده الجنب بتاع رش برش. لو انتوا عارفين فانا جايباها من سنتين تقريبا. انا عندي مشكله معاها ان السنون دي كده مش بتبقى، يعني بعد استخدام بسيط راحت عملت كده. رجعتها للشركه وجابولي دي وعملت نفس الحركه. فلسه هنقارن الجنب التاني. ستانفي بقى عندهم كول ولو وهاي، وانا برضو هعمل على هاي علشان نجيب اخرها. اخد برضو حتت كبيره. وده كده الجنب بتاع ستانفي. مش حاسه بفرق كبير. المشكله اللي كانت معايا في رش برش ما حصلتش مع ستانفي خالص. يعني ما فيش، شفتش ان في حاجه حصل لها من السنون دي. ان انا كنت بستخدم دي اكتر لان انا كنت شغاله معاهم من كذا شهر، مركزه قوي ان انا استخدمها قبل ما اكلمكم عليها. حتى لما بصيت على فرق السعر برضو مش شايفه فرق كبير في السعر. حاسه ان الفرق مش كبير، هو فرق مسميات اكتر. يعني شركات ممكن تكون اعلى حراره في روش برش مش هي اعلى حراره في ستانفي. هي النتيجه شبه بعض قوي، بس ممكن اقول ان دي طلعت دخان كده اكتر وكاني بعمل بالبيبي ليس عادي. لو انتوا خايفين على شعركم فده هيبقى كتير فممكن تستخدموا المود الاقل. حاسه ان هو مش ريفيو، هي مقارنه انا بعملها مع نفسي فبشارككم فيها يعني. لكن هو مش ريفيو الحاجه، الاتنين انا بستخدمهم عادي. فبس كده.